الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لكتاب الصلاة تدرس رابردو باس من الأذان كرد بانجدان إذا مرزكان وسنن كانوا دواتر جيشتين لابريش شستو هشت جيشنا شروطها مرزكاني بانجدان هي نفس شروط الأذاني، يعني ما بس إقامة لربارزان لإقامة نفسي مرزكان أو مرزاني كوالا بانجدان هبو بهماش دا إقامة دبيه هبه. السنن كان شيء سنن الإقامة هي أيضا سنن الأذان نفسي سنة كانوا بلام، ويزداد الاستحباب أن يكون المؤذن بكسر بكنا فتحة بكنا كسرة، يعني بانجدر سنة وبانجدرش هر أوش قامتي بكاتن دائما شيء بانجدا أوش قامتي بكا نجيك بانج بداو يشتر قامت بكا درستا بوكو درستي بلام سنة دوا شيء بانجدا أوش قامت بكا. إنزا ويسن للسامع أن يقول أقامها الله وأدامها، دائما إنسان كدقاتا أو كقامت كردني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إنزا سامعت سيساب زور بيجار ما مصطفى رزاكاني ما كان أو سنة جيب زيدا كان أقامها الله وأدامها، يعني هرب بردوامي خواهي جوره هربيه تو قامت كردن وبانجدان هرهبه هربردوام بيتن إنسان بوي أو إمام أبو داود شريتوا إنسان سنة أو زور الذكرى لو كاتبك. إنزا النداء للصلوات الغير المفروضة آية أو نجاني كوازبنينا بانجدان ينبوهي يانية قامت ينبوهي يانية. الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة، بخويبون نويجة فرض كان سنة مؤكدة بانجدان وقامت كذن. أما غيرها بلام غير نويجة فرض كان أدي السنة كان مما تسن فيه الجماعة أو نويجة السنتان كبجماعة ذكري وكو كالعيدين أو دوججنا كان والكسوفين خور جيران ومانج جيران والجنازة صلاة الجنازة هي أو بجماعة ذكري أو بينزيان فلا يسن فيها الأذان والإقامة. سنة نبوها بانك بدرتن نقامت شبو بكري أدي تسبكري باشا، وإنما يقول فيها الصلاة جامعة. درست إنسان بس أون ديبري الصلاة جامعة. أول شيء التي اعتبر زان إمام بخاري مسلم لعبد الله كري عمري كري عاصة دجرتو كفرمتي لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسردمي بيغمبر كاتك خور بيغمبري صلى الله عليه وسلم خور جيرا نود يبانكرا الصلاة جامعة الصلاة جامعة. ذا وقز على صلاة الكسوف ما في معناها من الصلوات المسنونة التي تشرع فيها جماعة تشون لوي هاتوا قياسا للسروي شهر نواجه السنة كبجماعات بكري وكون نواجه هردو ججنا كان هردو خور جيرانا كان نواجه جنازة درست أو بقتري الصلاة جامعة. شروط صحة الصلاة معنى الشرط الشيء كل ما يتوقف عليه وجود ذلك الشيء وهو ليس جزءا منه. دائما مرز بوشتا قتري أو اشتل سرشتا راوستاوا بلام أو اشتا أصلني لوا أصلني لأصل اشتكى وكوت نمونة النبات استنشاو قور لابد لوجوده على وجه الأرض من مطر دبي باران هبي أقبان النبي جاو قور سرزويا نابتن مع العلم بأن المطر ليس جزء من البلام باران بشك لجاو قور بشك نية بلام مرزا كواتف المطر إذا شرط لوجود النبات. إنزا بابزان شروط الصحة الصلاة سي مرزكان درسبوني نويش تتلخص شروطها عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأمور الأربعة التالية. مرزكان درسبوني نويش لو مرزانيك إسادين باسيان دكين يكميان الطهارة باتشي. وقد عرفت معنى الطهارة في باب الطهارة وهي تنقسم إلى أنواع لا بد من توفر كل واحد منها لصحة الصلاة، وهي الدبي أو مرزانة بيت دي إنزا نويج دروز دبي يقلو أنا طهارة أما كتاب الطهارة بالتفاصيل لو يخن معنا استادين أو صار زوريان باز دكين. ألف طهارة الجسم من الحدث دبي كسكاب بيدس نويج نبي يعني جنابتي لسر نبي، فالمحدث كسيتي دس نويج شكاو لا تصح صلاته نويجي دروس نية، سواء كان الحدث أصغر ذا دسنويج كان بتسوك كبي وهو فقد الوضوء يعني بدسنويجي
أو أكبر كالجنابة يعني بيجسم يجي قوريك بيداغوتر الجنابة ونيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقبل صلاة بغير الطهور بيغمبري قادة فرمين نويج ببيدس نويج قبول نعم ونزار بخوشي دجر نوكتان كسك ما مثلا نويج بيدس نويج دبي قلت نابي قلت نعمل كردم بوش هذا بعقل بو ويدا زاني اگر كردي يعني تواوا نويج كي كرد تواوا خلاص كا نويج قبول نسكو يقل مرزكاني ودا بيت حارد بنيا تسنيج تابيتن با طهارة البدن من النجاسة الدبيل لا شت باقيتن وقد عرفت معنى النجاسة وأن زورا كان نجاسة معنى نجاسة زورا كان في باب الطهارة اللي باس ما كرد ببلغيت سفر إذن بيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي أو كسدك كلنا قبر عذاب ددرا في الذين يعذبان في قبرهما قال أما أحدهما فكان لا يستتر من البول خوي لبشك ميزان نابا يعني ناشار دوا نابارست يعني لا الروايات لا يستبرئ خوي طابق نذكر دوا إهمال بو وعذاب جدرا أو كسا أو بلغيا ووكو بول وكو ميس كل النجاسات المختلفة الأخرى حمو بيسايا كانت كباب بيساي دانرا ولا كتاب النجاسات ولا باب النجاسات خوين دمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم بفاطمة كسي أبي حبيشي قد فإذا أقبلت الحيضة أجر توشي حيض بوي توشي سوري مانغانا بوي فاترك الصلاة وازن وجنان بينا فإذا ذهب أدي أجر قدروها أدي أجر أندازي سوري مانغانا تابو فغسيلي خود بشو عنك الدم خوينكي بشو وصلي دواتريش سبكا نيجي بكا جيم طهارة الثياب جلو برق بلد جلو برج دبي باك بيلا بيسي فلا يكفي أن يكون الجسم يعني كافينية وجسمه بدن باك بيتن نقيا عن النجاسة بل لابد أن تكون الثياب دبي تزلك كانش التي يرتديها المصلي نويش خوين كاتك اللي بريدك دفرمين نقية أيضا دبي ويش باك بي عن جميع النجاسات اللي هم بيسايت بل قال سر أوش خواي جورد دفرمي وثيابك فطهر لسوريا المدثر لهذه الساعة دالو كوتاي لجوركاني نجاسة يعني طهارة لو اشتانا طهارة المكان عن النجاسة دبي شوينكي كنويجي جديدكي أويش تبي أويش باك بي ويقصد بالمكان ما بس يلا شوينكي الحيز الذي يشغله المصلي بصلاته أو شويني كإنسان ويجي لسردكا أو شويني كوان ويجي لسردكاتن فيدخل في المكان ما بين موطئي قدميه إلى مكان الشيء يعني اللبن بيه كانت تاوك شويني سوزي لسردادني أو هذا تبي فاق بي كواتو تقول شويني بأندازي لا شيء تو لبيه كان بن بيه كانت تاوك شويني سوزدا فاق بو دروس نمش كردن لوي تنيش تيوي أجر بيز بو تشيشنيه هر أماندا مما يلامس شيئا من بدنه أثناء السجد إنسان كذا شيء السجد ودادني شيء دو دستي دقات السرزوي سوكا كاني دقر فنزي بي دقر نيوتان ولوتي ونيا أو حفت شوينيا كواتا أدي أقل لما بيني سينغو سوكا كان عين بيساي هبو بلام كدست دادنا دستنا كدست البيساي سوكت كدادنا درست أويانا بلا أو درست أوان دي أو شوينا دقسنا سرزوي ببيساي نكوي أو مرزكة أو برزان فما لا يلامس البدن لا يضر أن يكون نجسا ما دام بلا شد ناكوي بدست ناكوي بتسوكا كانت ناكوي ونيا ببيغنا أو شيشنيا مثل المكان الذي يحاذي صدره عند الركوع والسجود أو شونيك دكويته برامبر سينك تكاتك دسير سجدة دستكانت دكيته ونيا ما بيني دستكانتو برامبر سينكت أو أجر بيسيش بي چشنی بلام نابی دست پیب کوی نابی شوینی سوزدو سریشت پیب که آده بیا شوینه نخاین بتن بل كما لسر أوي كبيغمبري صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان الذي بال فيه الأعرابي في المسجد كاتك أو كسي خلشي دشت هاد ولا مسجوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ميزي كردونيا يكسر الصحابة كان خريب وليدا وليد ترى بنقسام بيغمبر قلت لي قرن هبوتي آوي بين آوي بشوينه كيدا كردو باتشي كردو
كواتا لێرە بەس شوێنەکە پاک بیت دروستە ئینسان نوێژی لێ بکاتن. قیاسا للمكان على الثوب أوش بهماش باسی شوێن کرا جلوبەرەکەش قیاس کرا لەسەر ئەو لأن المكان كالثوب في ملامسة البدن چونکە چۆن ئەتوو دەبیت زبکت پاک بی دەبی شوێنەکەش بە هەمان شت چیە دەبێش پاک بێ. ئەو مەرجی کەم تەهارەتە. دووەمیان العلم بدخول الوقت دەبی بزانی کاتەکە داخل بووە یعنی کاتی نوێژ هاتووە. وقد عرفت أن لك من الصلوات المكتوبة وقتا معينا ديارك كاتكان ويجي كاتي تايبتيان هي ونيا يجب أن تقع فيه دبي لو كاتنا نويجا كان ذكره غير أنه لا يكفي أن تقع الصلاة في الوقت على ونيا توبري والله نويجا كان لكاتك كرا بل لابد أن يعلم المصلي ذلك قبل المباشرة بصحيح بيشي أو يأتوك كدرتوي أو نويجا بكيد بي تأكيد لوي كاتك دخول وقت أو نويجا بوا كواتب بشك نابه والله احتمال نابه بيقين بي كواءة كاتك داخل بوا كواتا فلا تصح الصلاة من لم يعلم دخول وقتها كسيك أقل حتى دفرمي وإن تبين له بعد ذلك أنها صادفت وقتها المشروع كابرا نويجي كرت بلام تأكيد نبو أو نويجا دخول وقت ببو يا نبو دواتر قلت أري خرجنا بزحمات بسياريكم هي من ساعات أوان دا نويجا كم كرت وقتها هادو يا هادو قلت يا والله تواوا بلام أو كردي بس كردي بشك كردي أو قبولني تبي بيقين بي كدخول وقت بوها شلون بزاين هذه دخول وقت كيفية معرفة دخول وقتي دو زور معناها بتقليد كده بتسيم هي كمان العلم اليقيني بيقين أبزاني أو شلون بيان يعتمد على الدليل المحسوس بلغيش هاسبيكراو وكتسي كرؤية الشمس وقت غروب في البحر يعني وقت تغرب في البحر إيواران كاتك كسيك لشوين كا سير دكا خور آوا بي يو ديارة بس هاو ديارة كخور آوا بو داخلي سدبي داخلي وقت مغرب دبي أو يكام علمي يقيني دوم يعني الاجتهاد تشي تزاني بو بس باسي نويجي مغرب يكره بس أو بيقيني ديارة بدليلش محسوسة أو يتكلموا بدليل غير محسوس بيدا قلت اجتهاد يبتر بأن يعتمد على أدلة ظنية بلغي ظني ذات دلالة غير مباشر وكوسي ظل سيبر هم جار قلت ما بس سيبر أجر خور قراب وخور حالات نيجي نورد في ذكاء ونيا قياس تعرفوا تدبيني بأندازي خوت دو أندازي خوت ها أواش ما باسكت بالأعمال وطولها يعني دبيني دان قلت بيغمس صلى الله عليه وسلم نيجي مغربي كرديو أو عند قرآني خويندوا يعني بأندازي مردوشيني كا دوات نوێژی عشا کاتەکەی هاتووە بەو شێوازانە بەوانە دەکرێتن اجتهاد دەکرێت. سێمیان تقليد إذا لم يمكن العلم اليقيني أو الاجتهاد أجر بعلمك يقيني نيتواني باجتهاد نيتواني بك كالجاهل بأوقات الصلاة ودلائلها كسك نازاني كاتكان يجكانسيا كوتا فيقلد إما العالم المعتمد على دليل محسوس أتو تقليد عالم يدك كسك ببلغي محسوسة نوكاتا كان دزاني تو تقليدي أو دكي بسياري اللي دكي بونمونا أو المجتهد المعتمد على الأدلة الظنية يعني أتو بخود نازاني قياس بكي سيبر قراوة أندازي تسنبي بس كسيك دزاني أتو تقليدي ويدكي تبيني أو كسيلا بيش أتو حسابك كان دكا ونيا دركاكا وكاتيني وروهاتي أشل سق سيبي نجني وردك يعني نجي عسر بمشي وازي إسا تقريبا الحمد لله وشي شمان لو تشي بويتو ها إسا زربي كات إلكتروني كان أنا مان بيضلن أو إلكترونياتك كاتا كان مان بيضلن بلام كم ترخم نوين ساعات كان مان هلا نوي كاتا كان ينونيا حكم الصلاة من صلى خارج الوقت ديك كسي نوجي كرب بلام غير وقت خوي بقى نوجي درسته يعني إذا تبين للمصلي أن صلاته قد وقعت قبل دخول وقته تعتبر باطلة نوجي عسري كرد بلام لن يجيبوا دعاء قلت أنا كاكا والله هسه دخولي وقت عصرنا بوه نيجي هسه داخل ليه بويتوها تعتبر باطلة أو نيجي بس حساب دبي باطل وتجب إعادتها دبي أو نيجي تلي بكاتن
دوباره بكاتوا سواء كان معتمدا على علم او اجتهاد او تقليد. زار اعتماد لسر علم كردبي يعني شات ما دام بيش وقت كريس كن نويش بيش وقت كردن وكو اوايا نتكردو بيد انسان قداري وش تبيتن. سيميا ستر العوره او مرجي سيم مرجي كم طهارات بدو من العلم بدخول وقتي سيميا دبي عورتي خمان دا بوشين نويش خوين دبي عورتي دا بوشراو به معناه عورتي بريزان تفرمي لروي الشرع كل ما يجب ستره أو يحرم النظر إليه همو أو شنانه كده بداية ببوشي يعني حرام سيري بكيت. ذا حدود العورة في الصلاة أندازي عورة لنوجد سندة حدودها بالنسبة للرجل سبارت ببياوان ما بين السرة والركبة لنوان سوكو ناوك أو عورة ده بداية بوشي فيجب أن لا يبدو الفكية يبدو أو ألف زيادة رشكنا فيجب أن لا يبدو شيء منه نابي هيشتاق لو ما بيني تسوك وناوك بدركوي في الصلاة دنوجة هر كاتك بدركو تو عقالي نبو ورقاشي اللي بزوخو دانا بوشي أنوجة بطالبي. وحدودها بالنسبة للمرأة دي أفرت كل البدن أفرت دبيها هم لا شيء دا بوشراوي ما عدا دوش النبي الوجه دموساو عندي حدود كينابي برتشيل دربي هاجا دربن والكفين حتى ايري هلو دستكاني او كفيان كذا قلت. فيجب ان لا يبدو شيئا مما عدا ذلك لغير او دشون نابي هيتي تري افرد ديار بي حتى بيكاني تبي دا بوشراو بي اخوي جورل السوري الاعراف لا تسيو دفرمي خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به الثياب في الصلاة يعني خوتان دا بوشن للنويجة. إمام الترمذي فرمودي شيناو بحسن دانا لعائشة داتشي ما دار زي قالت فرمودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار أفرتك بيرا دقا بالغ دا ببيت سفيا نابي نويجبك خمار بيت سفيه يعني سيري خويتها دا بوشت. جيم حدود العورة خارج الصلاة هذه اللي دروين ويش بيان ما بين السرة والركبة سوكو ناوكا بالنسبة للرجال أيا كانوا خوي بلا بو بيغانش بي. وبالنسبة لمحارمه من النساء سبارت بو محارم كان ان يخشي دايتشي اواني. واما ما عدا عند النساء الاجنبيات فما عدا الوجه والكفين على المعتمد يعني ديسان افرتن عند النساء الاجنبيات بياو اجرهات لكن افرتي بيغانش بو نابي وكوسا زوزار هيك ورد بين بياو دريكا وقيدين ياخذ بخد دا بوشيتو يعني بو افرتك ني افرت بسيري بياو كا بري والله عورتي بياو لما بيني تسوكو ناوتشيتي فيستدين بركي بازدكين برزان أي لا يجوز للنساء الأجنبيات أن ينظرن إلى ما عدا وجه الرجل الأجنبي وكفيه حتى آفرتي بيغانا بس تمساوي بياو دستكي بوهي سير كاتن نو بياو بري يالا بومن دروس لدي أمن تسيدرن لو زوج زاراوي هي سيتساري قد سياسي فيدرن والله تسوكو ناو تخوم دابو شيوت كبالة ديري في آخر آفرت قصيري أوي ترب كاتن ونحبار دبي آفرت. خواهي جورة سورة النور فرمي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن بعد ساوي خيان ببارزن يتساو بارزن لستكريتن لو شفينانيك تعزب اسمع كل. وحدود عورة المرأة أدي عوري آفرت عند النساء المسلمات آفرت للاي آفرتي مسلمان ما بين سرتها وركبتها ما بين تسوكو نوكا. أما عند النساء الكافرات أدي لاي آفرتي كافرة فما عدا الذي يظهر منها إلا لبوز ضرورت أو كبدردكوي لكاتتسه عند القيام إلى العمل كخدمة البيت آفرت كلمار إجدا كاد من زارها بو آفرتي بيغانها ملي بدردكوي قول يتأير أو لبو بس لبو إيش خريبتي باقي ترعينه قلت مان شندر وشندر لبو آفرتي بيغانا كافرها نقلبو مسلمان إلا دمتاو دستنابي بدربكوي. وأما عند الرجال المحارم له أدي أفرد للاي بياوي محرمي خوي للاي براي للاي بابي للاي خالي للاي مامي أنا محارم من يا أوسيا فما بين السرة والركبة ما بين تسوكنا وكو بياوا بلام أقاد داربن
فيجوز لها أن تبدي سائر أطراف جسمها أمامهم بشرط أمن الفتنة. والله يا وراه مشكلة يعني خوش للاي براي ما بين تسوك وناوك نابد دەبێت چکە فتنە دروستە بێ بۆیە دەبێ خۆی تەواو دەپۆشی بەڵام سەری کۆد بوو دروستە خۆڵەکانی تاوەکو ئەنیشک و ئێرانەی بەرامبەر برای بابی دروستە وەنیا بەس تو نابی قیاسی وەکو پیاوی بکەی لە مابەینێ چۆک و ناوەک وەنیا شوێنی تر هەیە کەوا ناکرێتن با براشت بی با بابیشت بی وەنیا ناکرێت بۆیە لێرە قەیدێکی بۆ دانا بشرط أمن الفتنة وإلا فلا يجوز ذلك أيضا جائز نيا إيه والله أمن فتنش همو مرافق لخوانو قوشتا دكريتو شي حلابي وانيا بويا واتساكا للاي محارمي خوشيان خوان دابوشن بلا ما قسريان كود بو شيشن. قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ليت تشاء وآياتا بلقيد سروي دەرێت کێشە نییە با جوانیەکانیان دەربکەوێ بۆ مێردیان بۆ باوچیان ئاباینە ئەو بەنی ئیخوانی کوڕی بران ئابرازە ئەو نیسائیهن حتا لە لای چێ لای ئافرەتەکانیش لای ئافرەتی مسلمان ئەوە قەیدی نییە. وفسرت الزينة بمواضعها فوق السرة أو تحت الركبة أوش ديار لسروي السرة لخواري الركبة تاندراوا. أما عند الرجال الأجانب فجميعها عورة برام لا بيجان هرم عورها فلا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها أمامهم إلا لعذر ما قرب عذر قضية الطبية زاروا دبني عفرتي كأنه خوش دايما لا يبزيش كك عندك شويني تر هي غيري دموتساو دستكاني ضرورتها عفرتها هي دكتوري تخصصي أو وارش نية ونيا حتى دكتوري عفرتي تخصصها بي مسلمانش نابي بعت لاي دكتوري كافرة حتى دكتوري عفرتي شبي نابي بعت لاي دكتوري بياو إلا ضرورت نبو أو عفرتش دواني توشي مردن دبو توشي حالتشي ناخوش دبو دكري أوكاتي لبو ضرورت أوش أوكاتي الدكتور دبي بقدري ضرورتها سيري شونا كان بكا سن بيويز بي نابي زياتر بوي درستنيا. كما لا يجوز لهم أن ينظروا إليها إن كشفت شيئا من ذلك. أخوي جورد فرمي قل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إمام البخاري لا دايك من عائشة رضي الله عنها بدجرته لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر في غنبري خان ويجي فجر ذكرت فيشهد معه نساء من المؤمنات ديار أفرتاني ما داران بون ويجي بيانيش سو من قلب غنبري خان ويجي ذكرت تفرمي ملتفعات في مروطهن ملتفعات يعني دان داتا بوشي دان سوران دوا مروط يعني وكو زلقيتشي الرداء هي زلقيتشي دريشكا بسر خوان دا دينن السرادة تخوارها مو لا شان ذكر ثم يرجعنا إلى بيتنا باش عند قرانو مالوا ما يعرفنا أحد يعني كزني دناسي يعني زلقا كان هند دابو شربو نان دناسي نظروا إليها لعذر. تن حالتها كمان هي دكري سيري عورت بكري يعني بدر بكيبتن بلام لعذر دبي عذر شبيه عذري نبي نابي يكمن عند الخطبة لأجل النكاح لكاد لبو داخوازي بو مسألة نكاحة فيجوز النظر إلى الوجه والكفين درست إنسان سيري دستكاني سيري دمتساوي بكاتن درست لو حالتي كركا سيري كسكا بكاتن بلام دستو دمتساوي زياتري بو النية قدار بن أو كان كتاب النكاح لو إن شاء الله بالتفصيل بس ذكري دوميا النظر للشهادة أو المعاملة زارا دبيني أفرتك شادية لقضيك شادي بوداوين ونيا شاهدة لاشتكا أفرتك أجر تو خوي نقاب كرد بيتو هيتي ديار نبي آخر دبي غير شاهد ديار بيت شيء شاهد نبي ناسين أجني ناسين نبي يا مو مثلا معاملة كردن زارته معاملة لاشتك ده كده بكسك بيناسي فيجوز النظر إلى الوجه خاصة لو حالة درست قسيري ده مساوي أفرتك بكي لبو شهادة ولا بو معاملة إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة كبيوز كاكاتو بناسي ولم تعرف دون النظر إليه يعني قسيري نكي ناي ناسي أجنش ناسي نابت سياميا من أجل التطيب والمداواة بو مسألة بزيشتي بو مسألة درمان فيجوز كشف العورة والنظر إليها بلام دفر بقدر الحاجة
بەپێی پێویستی دکتۆری پیاو دەتوانێت سەیری ئاوڕێی ئافرەت بکە بە هەماشتیش دکتۆرەی ئافرەت بۆ پیاو بەڵام بەپێی پێویستی لە حالەتێک کە ئەو دکتۆرەی مقابل لەو تەخەسە نییە ضروریشە بۆیە دەفەرمێ الضرورات تقدر بقدرها ضرورات شەوەیە بەپێی ئەندازە چەند پێویستە ئەوەندە زیاتر نا. إمام مسلم رضي خوای لێبێ لە جابر کوڕی عەبدوڵڵا دەجێڕتەوە دەفەرمێ أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما أم سلمة إذني لە چێوە گرت لە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم في الحجامة بۆ کە لە شاخ حجامە کردن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها پێغەمبەری خوا ڕێی پێدا گوتی باشە بە ئەبا طیبە کەسێک بوو گوتی بە حیجامەی لە بۆ ئوم سەلەمەی بکاتن بەپێی پێویست ويشترط أن يكون ذلك بوجود محرم أو زوج وهروها لو حالتش دەبێ محرمێک یان پیاوەکەی لەوێ بێ نەگەوە ئافرەتەکە بەتەنیا بچێتە لای دکتۆرێکی پیا و بەتەنیا لە غۆفەیەک بن نا دەبێ محرمێک یان مێردەکەی لەوێ بیتن وأن لا توجد امرأة تعالجها دكتورة هاوشێوەش نییە ئافرەت معالجة چارەسەری بکاتن وإذا وجد المسلم أو المسلمة لا يعدل إلى غيرهما ئەگەر دکتۆرێکی مسلمان یان ئافرەتێکی دکتۆرێکی مسلمان هەبوو نابێ بچێتە لای کافرەکان نابێ بە هیچ شێوەیەک بۆیە ئەوڕۆ دەبینی هەندێک شتێ ئێهمالی زۆر تێدا دەکرێت بە سەراحەت یعنی خەڵکێکی خۆی تووشی گوناح دەکات دەبینی بۆ هەندێک شت هەیە دەچێتە لای دکتۆری زۆر شتی هەیە پێی پیشان دەداتن کە هیچ داعی نییە شەرع بە هیچ شێوەیەک ڕێی پێ ناداتن مەسەلەی لێزەر هەیە ئەوڕۆ بۆ ئافرەتان دەکرێتن جا بەداخەوە ینی کەم تەرخەمێکی گەلێک زۆر لە بوارە دەکرێتن هەم دکتۆرەکە تووشی گوناح دەبێ هەم ئەو کەسەش کە دەچێتە لای ئەو شتانە دەکاتن لەبەرەوەی شت هەیە پێویست نییە کەسی ئەو دەچێتە لای مەرجی چوارەمیان بەڕێزان پێی دەگوترێ ئیستیقبال لە قیبلەتی دەبێ ئەمە ڕوومان لە چ دابێتن ڕوومان لە قیبلە دابێتن ڕوومان لە قیبلە دابێتن ئەوەشان دلیل وجوب استقبال دلیل هذا الشرط ئەوەیە کە خوای گەورە سوورەی البەقەرە لە ئاەت 50 دەفەرمێ فەوەلی وجهك شطر المسجد ڕووتان لە مزگەوت بکەن مسجد الحرامی وحيثما كنتم فولوا وجوهكم الشطر الهر شوێنێک بوون کە نوێژتان کرد ڕووتان لە مەسجدی حرام بکەن وإمام بخاري مسلم كدفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي علمه كيف يصلي أو كبيغمبر خاف فيري دكت سن وجهك فرمي إذا قمت إلى الصلاة يا هستا بوين وجهك فأصبغ الوضوء دس وجهك زوان بشو ثم استقبل القبلة فكبر رد القبلة بكو بري الله أكبر تاريخ مشروعية استقبال القبلة كي يعني وابوك دبي لكات وجه كان رود قبلة بكري إمام البخاري مسلم لا براء كرع عازب هذا الجرن رزاي خوالي بك بيغمبري خا صلى الله عليه وسلم فرميتي بزا براء ده فرمي بيغمبر سلام وابوا صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا بيغمبري خا 16 مانج يا 17 مانج كاتك نويج دكروا لبيت المقدس أبوه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة بلام أوك حزي خوي حزي لو بكارو لشين در بكاتن لبيتي بكاتن بويا وآية دابزي فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء بيضرن كواتون رود أسمان بكيم كيفية الاستدلال على قبلته إما أن يكون المصلي قريبا من الكعبة تزاوتي لك كعبة نزيتشي درستك لكعبة نزيتشي مثلا كعبة ليديار بحيث يمكنه رؤيتها إذا شاء أو أن يكون بعيدا عنها بحيث لا يمكن رؤيتها يعني بين الدورة سواء يمخو كعبة ما ليديارني ونيا دورة أما القريب منها أو كيلي نزيكا فيجب أن يستقبل عين الكعبة يقينا دبيئة بعين الكعبة دبيش برود عين الكعبة بكي وأما البعيد عنها أداوي كلي دورة فيجب أن يستقبل عين الكعبة بلا معتمدا على الأدلة الظنية دي سنة رول عيني كعبة دكي بلام تلبر تساوي ديارنية بلكو بأدلة أدلة ظني إن لم يمكنه الدليل القاطع دليل قطعي نابد ذكر بدليل ظني أمر وسائل ترهيب صراحة يعني أو قبل إنما أنا هنا تكري إنسان اعتمادي للسرب كيان دبيني مزقوتا كان زين الريان لتشندرا بهماش تجرو لويدكيد كسب سيارية برزان تايرة كيفية الصلاة تشون سرت شون يتنوج كردن
عدد ركعاتها: صلاة الفجر ركعتان بقيامين وتشهد أخير، دو ركعتا دو قيامي تدا يك تشهد يك تحياتي الأخير تدا. صلاة الظهر 4 ركعات بتشهدين، 9 ركعتا دو تحياتي تدا، أولهما على رأس ركعتين والثاني في آخر الصلاة. يكم تشهد لكوتاي دو ركعتي يكما يدومش لكوتاي كتكوتة سوارم أخيري. صلاة العصر 4 ركعات كصلاة الظهر وكن يجيني وروها 9 ركعات. صلاة المغرب 3 ركعات بالتشهدين، 6 ركعات ولم دو تحياتي تدا، أولهما على رأس ركعتين لسر لكوتاي دو ركعتي يكم، والثاني آخر الصلاة لكوتاي. صلاة العشاء 4 ركعات مثل الظهر والعصر وكن ورو عصر ويا. أركان الصلاة: معنى الركن ركن الشيء ما كان جزءا أساسيا منه. جوازي لأن ما الشرط الركن الشرط لأصل مسألة يعني ماهيتي أصلك جزئية، بس الركن أصله لأن أصل مسألة جزئية. وكوتك كالجدار من الغرفة، غرفة كان جيب يدقوا الغرفة كالديوار صار ديواري بيجا صار ديواري نبينا بيت غرفة. فأجزاء الصلاة إذا أركانها كالركوع، إذن أركانها كالركوع والسجود. كواتا ركن كان وكسنا وكل ركوع السجود وغيري، وانا صار ركوع جزئي كلا نويج بنيا فرام دس نويج طهارة شرطة ركن يا يكم ينبرزان النية. نيتنا أنا وهي قصد الشيء مقترنا بأول أجزاء فعله. يكم دسبيك كتدلي الله أكبر دبي لوين نية دوابي أو نويجا أنزام دديت محلي نيتي تقول ما تشين درا قلبا. بيغمبري خاطر فرمي إنما الأعمال بالنيات ولا بد للصحة أن تقترن بتكبيرة الإحرام. بلا ما أقدر من أو نية الدبي هبي لكاتك كتكبير إحرام كدري الله أكبر دبي لويئة أو نيتها به، بحيث يكون قلبه متنبها أثناء التلفظ بالتكبير إلى قصد كتدلي الله أكبر لو كانت النية دواستكي نيجتكت متذكرا نوعها وفرضيتها. هاروها تسنويجك بيانياني ورويا عصرها مغرب عشاء آية فرض يعني سنتها دبي أو تحمل لنا ونيتك هبي أوشتانا. ولا يشترط التحريك اللسان بها مرزنيا بس ما أمري نيت موية دا كم صار كعتي نويجي عشاء مرزني يعني نيت بتلفظ بيني برام كسيش معنا قبيني بتلفظ هنا درست عقدار بن باشا. سيم يعني القيام مع القدرة في الصلاة الدوم، يعني ركن الدوم قيام مع القدرة يعني وسان أجتوانا تبو يعني همو كاتك كتوانا وسانة تبو دبنويش بس بكي بيوه أجنا الثاني أو بدانشتن ذكريتن حيثما كانت سوني ذكري أو كاتي وضرورة تشتيشكيها. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير بواسير مهبو، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيار من البيغمبر يخواه كرد عن الصلاة لنويجا، قال: صلي قائما. قلت نيج ببيبك فإن لم تستطيع فقعد. قلنا تواني بدانشتن فإن لم تستطيع على جنوبنا. قلنا الثاني بفارتانا كواتات وانا تبي نابي لسا كسي دانش نابي بدانش ونويجا فرزا كان سنتنا سنة اقا ساقش بدرستا بداش بلام أجري نيوه. وإنما يعتبر الرجل قائما إذا كان منتصب القامة كود زين أو قيامي طاوة راس راوستان ونيا أو في دقوتري قيام. فإذا انحنى دون عذر بحيث أمكن أن تلامس راحة يده ركبته هذيك زاره كسا خو زيادة الشركات وراوستا خو شركتها تلقى دستي جيش سرتشوكا كاني بطل الصلاة أو زارها نويجي باطلا بو إنسان دبيت شون نويجي قامي براستي، لأن الركن القيامي فقد في جزء من صلاتك قيامك كركنة لدستي داية. بو عندي زعلان كسانة كنا نويجي زور إهمال هذا بلا شربنو بلا شربنو إمام عمر رزاق خالي بزاري كان كسي جديد نويجي ذكرت خوي كذبوا وتي أماتك الله أمات دين الناس خو أبد مريني كديني مد مران ديني ما هو هني تراز راوستا شو برامبر خوي راوستاي
وخرج بقيد الصلاة المفروضة، قلت ما لأنه جواز مكان قيام واز ركن ونيا أدلة صلوات نافلة في القيام بها مندوب مطلقا سنتها، فله أن يجلس فيها سواء كان قادرا أم لا. زتوانا يبو رابوس يعني توانا ينبيتن لسنة كان درست أوقاتي بلان بيغمبر يخاف فرموي من صلى قائما فهو أفضل، هكذا نجبة بيبكا باشترا ولا بوس نيجي السنة. ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، نيوي أجري ببيوي بودا نسري. ومن صلى نائما دي أو كسي لسرتنيش بكا فله نصف أجر القاعدي. قاعد دبت سارقك أو زاري أجرك أو دي تخواري. يكم يعني نيد ودوم يعني القيام مع القدرة السيامة يعني تكبيرة الإحرام. بلقش السلاوي إمام الترمذي أبو داود غير يوانش كلا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نقل كلاوا تفرميتي مفتاح الصلاة الطهور، يعني الطهور كليلي دسبيتشن ويشيا باتشيا، وتحريمها حرام دبي لسرد بس التكبير كود الله أكبر أوي بيش تكبيري حلال بو إستاتيا حرام. أنا هبي شتيف خوين هبي قصيق بكي كوا بيوندار بنويج نبيتن عشان قصة كاني بيوندار بنويج أوي كوا ذكر كان أو شيء كذا قلت لي ها نقص اعتيادي وبيت شيء درسني. وتحليلها التسليم كسلام شدا أوي كحرام نانويج أو زاري بود حلال به. كيفية كيسيا لابد من لفظة الله أكبر ولا تضر زيادة لا تمنع الإسماع. درس بري الله الأكبر قال فلان يجد الأكبر يخص درسته، أو الله الجليل أكبر أو شيء درسته. فلو زاد كلمة ليس من صفات الله تعالى أديك كلمة كي زياد كل صفات خواهي قرنبو كقوله الله هو الأكبر أو غير الصيغة كأن قال الله أكبر الله زاري بيتسواري كردوا لم يصح التكبير أو زور التكبيرات درست نيا ملقاش معنى السر أوي ضرورة اتباع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال غير الله أكبر اشتري نقطوا. يشترط الصحة تكبيرة الإحرام مراعاة الأمور التالية. برزان دبلكات تكبير إحرام أو اشتانا هبي يقلو أنا ألف أن يتلفظ بها وهو قائم، يعني تو نقر بالزاول الدانشني باس يجيبكين هل الدانشنو أو هاي كقولت الله أكبر أو النبي كي تبري الله أكبر كتورا وسطي فلو للروشني ودري الله النبي فلو نطق بها أثناء القيام إلى الصلاة لم تصح. أن ينطق بها حال الاستقبال القبلة، يعني تبون منا هشتات خوي بر رويدا قبلة نكر جبري الله أكبر بابا بيوزبي نا تبي تكبيرك كان جاء الله أكبر بلي كروش لقبلة. جيم أن يكون باللغة العربية دبي بزماني بيجبي، لكن من عجز عنها بالعربية كسيكفير نابي تسندي بيدر بري الله أكبر ناطاني برا وشمولي خمان كرد ناكا لو أنا عندك دول الزور الدور بيشي كان نطق عندك زماني عربي زور دور ناقنزه. ولم يمكنه التعليم في الوقت نجد تاني فير بكري لو كاتي تفرمي ترجم هذاك اللي يترجمك وأتلى بمدلول التكبير بأي لغة شاء هر كلمة برام بهر زمانك برام همان معنى الله أكبر به، ووجب عليه التعلم إن قدر ذلك. وعجزاني فير بي واجب أخوي فيركا. دال أن يسمع نفسه جميع أو كلمة ساكن جمعنا جميع أن يسمع نفسه جميع حروفها تبي هم حرف كان يجيلي بي الله أكبر يعني ها مو بيتا كان جيلي بيت إن كان صحيح السمع يعني قد جي طاو بيستني طاو ده بيجيلي بي ها مصاحبتها للنية كما مر ذكرها يعني تكدري نية دقر نيتك الله أكبر رجل يقبي نية دقر الله أكبر. ليرتش الشيء كده من زارها كسك الدرة والرادة درنج ده كدقات تزي تمشى دكاتة إمام سيت الركوع هوش بخوي تأخيرها زوجار تشتوارو ده كبرك سيد الله أكبر هذا سر ركوع أو تكبيري إحراما يعني تكبيري سن الركوع نعم أصلا تكبيري سن الركوع ركنية نشغلي نيجا كدرستا بس تكبيري إحرام
ركنة وراوصة الله أكبر إنزا الله أكبر برو ركوعي نكي بري الله أكبر بسير ركوعي أو النبي يا قدار تشارم ركن برزان قراءة الفاتحة خوين دنيتيها فاتحة وهي ركن في كل ركعة من الصلاة لها مو ركعتك دبي فاتحة بخوين دريتن أيا كان نوعها واجبة نويجك سنتها ها دبي بخوين دريتن دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو نويجا قبول نيا أجرهاتو في سورة فاتحة تدا نخوين دري والبسملة آية منها أقدار ورزان إما لا شافعية كان بسم الله آيات كسي أجرهاتو فاتحة يخوين بسم الله نخوين آياتي چی نخوين دي أنو يجد درسنا بلا شافعية كان زور أقداري أشتبن أزالي خلافة كمان لا يخومن لا شافعية كان دبي لنويجي جهري بجهري بخويني لنويجي سرية كان السري يعني ويجي مغرب وعشاء بياني تبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نبي بسم الله بخويني بي بسم الله نابي لجهري بجهري لسري بسري تفهم البسملة آيات منها فلا تصح الفاتحة التي لم يبدأها المصلي ببسم الله الرحمن الرحيم أو أنه يجد درس نابي أجر فاتحيك ببي بسم الله دسبيبك لما روى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عد بسم الله الرحمن الرحيم بيغنبري خواه بسم الله بآياتك حساب كرديا كهد دبيبه بسم الله دسبيبك بشخويني ذا أو خلافة من هي أمره بجهري دخويني بسم الله يخو من شافعي كان دبيبه جهري بخويني نابي بسري بجهري بخويني شروط صحتها مرزكان الدرستي فاتحة لابد في قراءة الفاتحة من مراعاة الشروط التالية كمان أن يسمع القارئ نفسه إذا كان معتدل السمع يعني تقول جيت تاواد بجيت لتنجي خبتها نقوي عندك كسية مش هذاك وفاتحة دخيني ده بيش ناتش هنيا يا خناك أخوي عندن درسني ما تبي تدود بتجولي ودي بتجيشت نكجي اللي ونا تدنق هذا برز كي تنش تخش بزار كي نا واز بكي كواتشيتو قرآن دخيني كاك قرآن دخينيتو دوم يعني أن دفرمي أن يرتب القراءة حسب ترتيبها الوارد وتصن بسم الله الرحمن الرحيم تاوكو ولا الضالين ببي أو ترتيبها مراعيا مخارج الحروف كانت تاوبن وإبراز الشدات فيها شد كان تاو درب برا جيم أن لا يلحن فيها لحنا بغير المعنى فإن لحن لحنا لا يؤثر على سلامة المعنى لم تبطل يعني بون من إياك نعبد إياك يعني شمس يعني خور إياك نعبد يعني خور إذا برستم تبري إياك نعبد سير كان ده بالشدة كده تهاو درب بري شو معناه تيجي سيديره دال أن يقرأها بالعربية دي بزمان عربي بخواني فلا تصح ترجمتها نابي بكريت الكردي نيجي في بكيت لأن ترجمتها ليس قرآنا ترجمة كقرآن ها أن يقرأها المصلي وهو قائم وأراها ببيو دبي بخوانيتن فلو ركع وهو لا يزال يتمها زاروا كسكت درنكات يا فاتحة توبنا خندري إمام دري الله أكبر سركعي أو إذا سركعي هل الركوع يشتكى إياك نعبد وإياك نستعين لأن التأخير بها ده سركعي ده يتعب كاتن أو نابي قدار بطلت القراءة ووجبت الإعادة أو قراءة باطلة ده بإعادة قراءة كيف كاته يعني بهستوى هذا وإن عجز المصلي لعجمة أدي قد نيتواني بخويندي لبروي غير عربو عجمبو ونحوي عن قراءة الفاتحة دي قرأ بدلها يعني كسي كيفيري فاتحة نابه قرصة سندي محاولة ذكري فير نابتن أو الذكري لزياتي سوري فاتحة حفت آياتي هاو الشيوي سوري فاتحة بخوينت ذكري فإن لم يحفظ منه شيئا ذكر الله تعالى بمقدار طول الفاتحة ثم ركع أدي أقرف أو حفت آيات الشهر نزاني بمقدار أو حفت آيات الذكر دكا أو حالات الضروري استثنائية وهم كسنيها كسي كفيري فاتحة نابي حفت آياتي كتكتري بودينين
بەرز فێر ناوێ دەرێ کاکە زکری بکە بە قەدەرای سوورەی فاتحەتیا زکر بکە کە ئەو ئەندازە تەواو بووی بڕۆ چی بڕۆ ڕکوع. بينزم ركن برزان الركوع وهو شرعا أن ينحني المصلي يعني يشخين خوي خواركاتوا قدر ما يمكنه من بلوغ راحتيه لركبته. راحة اليد يعني ناو دست ناو لب يعني ناو لب كان بقات السر أجنوكاني أو الركوع هذا أقل وأما أكمله فهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره أفقيا يعني كدسيت الركوع الدبي بشتي خوي وخواركاتوا بشتي راس بي بأسوي بشتي راس بي بلغش مان لسروي خواهي قد فما يا أيها الذين آمنوا ركعوا واسجدوا يعني بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أو صحابي فيرين ويجي ذكرت فرمي ثم اركع حتى تطمئن راكعا تاوكو تأكيدي كتول ركوع داي مرزا كان الركوع ديسان ركوع درست بو مرزانا يكمن أن حناء بقدر المذكور بأندازي أو إنه لبي دستا كانت بقات السر سوكا كانت إمام بخاري لأبي حميد الساعدي لصفة الصلاة في غمر خاد جرته وإذا ركع تفرمي وإذا ركع يديه من ركوعه وضع يديه وشيء وضع لي نقصة سايكا وضع يديه على ركبتيه أن لا يقصد بإنحناء شيء آخر غير الركوع جاروا كاورا لركوع راوست لقيام راوستها ديبست الركوع بس يشتان نسوا دبني تسوتش دخوره جاروا إنسان أنوجها حالتك يا أتولوت سك قرآن تشخوره دي دباسة باب كم الركوع جده أو النبي لبس نبي تكتسون خواره وقد لبو ركوعي نبوة تبي هرستي وطواب أو زارب ركوعي أطبوها مش تريش راسته لأنه سوزدي تبيني اشتكت حشرات شيء ضارت بفجدهات لا تسمع سير ياخذ برنكرت ونيا ياخذوها استانوت لبو تاني اشتنكا وكن ويش هستا ويان لا ترسي حشراتك هستا او نافي دبي بشو سوزدي دواتر هربستي وقدر من يعني همو فعليك دبي لبو نويج بي دروستا لا ترسان هستا ايش قيدينه بس بروس زي او زه هستا جيم الطمأنينة أي أن يستقر في انحنائه قدر تسبيحة وهذا أقلها بريزان أما زور زاري كابرا دبني دستور ركوعي بلام شون دتي يكسر هرستوا أو الطمأنينة نية طمأنينة يعني تيا شو الركوعي يعني بأندازي سبحان الله الراوستو استوى شو سوزديب سرد جيش السر الزوي بأندازي سبحان الله الراوستو استوى نوك سرد بقات زيو هستوا أو طمأنينة نية شو بيغمبري غفر حتى تطمئن راكعا إمام مسلم وغيره لحذيفة دجرت وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شويتشان وفيه لنو حديثك ساعة ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم لسجدش يقول سبحان ربي الأعلى وهروها إمام الترمذي أبو داود غير وارج لعبد الله كريم مسعود دجرنا كبيغمبري صلى الله عليه وسلم فرموتي إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات سنزار ثم ركوعه وذلك أدناه بوس زاري باشا تم ركوعه كي تواوا أو وذلك أدناه أدناء يقزار يعني سيزابري سبحان الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم أي أقل الكمال والتمام ششميان الاعتدال سنة تشكشي برزان ذكريشكا سبحان ربي العظيم وبحمده سوزار هي ونا قتري سنة وش بقتري سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده أجر سفر مدكا أجر قصشي للسلبي بلا من فرمودي الله واز لمسالي أذكار ولا مسالي مستحباتا درستك وإيشي بي بكريتنا ششمان الاعتدال بعد الركوع اعتدال يعني ساعة هستانا ولا دواي الركوع وهو وقوف يفصل أو يفصل الركوع عن سجود أتو الركوع إذا بتيا هرب استواء
بيوا بلغش ما لسوي إمامي مسلم دائما عائشة رضي الله عنها بدجرتها أنها وصفت صلاة النبي باسي نويجي بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما كهرد استوى لبو اعتدال طواق دبوا أو زدوات الضرويج دبو سي لبو السجدة هروها بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم أو كسي كنويجي ندزانيان هلا يكر لنويج بيغمبري خوا فيري كرد فرمي ثم ارفع حتى تعتدل قائما لركوع هستا وطاو طواو راس دبيو مرزا كان اعتدال أن يقصد بالاعتدال من الركوع شيئا آخر غير العبادة أن لا يقصد لا يقصدان ساشكا بالاعتدال من الركوع شيء آخر غيرش عيرا وساوي سايكن عندك هلا اتباعي ذهب يعني أتو أو اعتدالة تنها ما بس تسبي عبادة بيوكو تازا باس ماكر قبل الركوع لا يكران لا ترسان سريخو قدا قادوا أو حسابني تبيتو لبناوي خوا هربستيوا لبو عبادة هربستيوا با أن يطمئن في اعتداله قدر تسبيحة يعني بأندازي تسبيحية قطراب وسا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الدعاء تلش ذكر تلش إنسان ثاني بك جيم أن لا يطيل الوقوف فيه تطويلا فحشا نابيته هستا اعتدال ده ماشي رابس اعتدال أوي الركوع وسجدين لك زيادة كاتوا بس تبقى أندازي سورة الفاتحة الراوستاي أو ناريك نابيت الإنسان بأن يزيد على مدة قراءة الفاتحة وكو قراءة عند أندازي قراءة الفاتحة لأنه ركن صغير سكو ركن يشي كرتا على داربن ولا يجوز التطويل هناك لإدريجي بكيت حفتميا السجود مرتين دو زادة بسوز دبي لهالركعتك دو سوز ديتي دايا سجدش أوي كتون نيوت سواند بقاتا سر الزوي مباشرة جبهة المصلي موضع سجوده بلغاش مان خواهي قد فرمي واركعوا واسجدوا لا هروا بأو كسك بيغمر خافير نويجي كرت فرمي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا سجدبا تاو كتاو سجدبا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا خد قيد كتاو تاو دادنشي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا يشترط لصحة السجود مراعاة الأمور دبي أوش تاني تذهبي نظام بيرادجين أو بخير دخين شغلة دين بيرابجين كشف جبهتي عند ملامستها برزناك زور جرينجا كتودة سوزدي نابي نيوتسوانت هيشتشي في بجوزر زمدانية كراوة نابي بيتفش تبي نيوتسوانت بقاتا سر شين دري سر شويني سوزدا دوميان با أن يكون السجود على 7 أعضاء هر حفت أندامك كد بقاتا سر الزوي حفت أندامك كانت سوسنن هردو بي بس بي چندری پید سری پنزه یان لكردواري داري نيوتسواني پنزه كانت نق اوها يعني اوها كمك بي كانت يا خوار بكي واضحة نق اوها عندك كيف بي خوي هذا سقيني نا كمك نيوتسواني تسبيدرن نيوتسواني تساوي بوا كانت تسبيدرن كمك اوها بقات خوار كيتوان يا دوتسوكا كان هردو ناولو بي دستا كان دقر چندري نيوتسوان او الشش كابو أو حفت تقول حد سكت فرمي أشار بيده على أنفي إشارتي بلوتي ذكر بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلان بس نيتسوان دبي الرود به كاد لسر زي دادني أويتر تشيشنيا جيم أن ترتفع أسافله على أعاليه ما أمكن ذلك كابرا دست دائما دست سوزدي دبي بشتوي برز بي سريخون نزم كاتن نوك زور كهسية تماشا دكي أو حدا كات يعني بشتي هشت على الراس ملي خوي زات الخوارن كاتو يعني نا دائما دبي تسون بي بشتود لبيشوا برستر بي عندي كذا كريه دال ألا يجد على ثوب متصل به بحيث يتحرك بحركته نابي أتوسزل سرشتك بي أوجتا بتوه يعني بون منيسا بجدنت اللي جيش سوزي خداني كهستا بجدنت زولي ونيا نابتن بلان بجدنت اللي بركو لو بخد بيكا برمار درسته نابي أوجتا لقرتو برزو نزيم بيتن أو نابي يعني تبون منا تسبيضرن قولي أو كانت فراوانا كتشو زي ولا لبن جيش زي خداني أو نابت ألا يقصد بالسجود شيء آخر غيره كخوف دبي أو سجد بس لبناي خايبت عبادات
زي أن يطمئن في السجود على قدر الحال بمقدار تسبيحة على الأقل بأندازي تسبيحك سبحان الله دبي بمني ولا سجدي. وأكمل السجود أن يكبر لهويه يعني لركوعه يعني تكدي الله أكبر دي سجدة تكبيري اللي بديت ويضع ركبتيه ثم يديه يكم زارت سوك كانت داني باشان دست كانت داني ثم جبهته نيتشوان داني وأنفه لوت كبوت دابني ويضع يديه حذو منكبيه إنسان كدسسوس دي أو دستاني لمقابل شان كاني بيتن وينتشر أصابعه مضمومة للقبلة فانزكاني خوي دكاتو بس روي لچين درا روي لقبلي دا ويفرق بطنه عن فخذه زور كسي كدبيني دست سوزدي سكو تسبيدلن راني دغاتو يك او نا هو زور زارو عادت سوزدي نزيك دبن نزيك كدا سوزدي دبيني زجي دغر راني سيها في قدنس نا زياتر بروبيش زكاي ليك ببتوا ومرفقه عن الارض وعن جنبه يعني زور كسي دبيني كاتك دس سوزدي هردو انش كاني ولا سزوي دادنه نا دبي انش كسبن دبي لزوي برز بيتن ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا هروها امام البخاري مسلم لحديث ابي هريره كفرموتي ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا كدا دعوه بتش سوزدي دري الله اكبر هروها لحديث امام مسلم كلا براء نقل دكا في غنبري فرموتي اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك اجت تشس سوزدي ناو لبي دس الداني بلام اجنو اتبدلش اوي انيشكا كانت برسكوا هروها لحديث اذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه كتسويا سوزدي يعني بس سكت لسرانا كانت نبي فراغي بقى ما بينها بي كوتا هي كمان يك جوازيه بياو لغير افرتا او ليركوتاي بدين ان شاء الله وتخالف المراه الرجل في بعض ما سبق افرد لو اشتاني كباس كلا عندك جوازيه فتضم بعضها الى بعض اثناء السجود يكشت هي افرد كتسوزدي بيزناك قولي خوي هوليكاتو افرد عادتي وادبي خوي دابوش يعني خوي بيك بنتو او هبشي وازي بو مرة على إمام بيغمر خبر دو آفرتان داتسو يعني بيدارو بلاي دو آفرتان تصليان يجي عندك فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض بهندك لو جاستان بقاته يجلزوي فإن المرأة ليست في ذا آفرت وكو بياونيا فزو زار واحد ودزان دبي أنش آفرتش نايب قاعد تسرزي فيها قاعد داربن بس بيا عادت ويا كان يجدك قولي خوي أوتيا دكاتو نا آفرت دكا بيقدين توا دير إن شاء الله كتاي بدين درسي دهاتو إن شاء الله الركن هشتم دس بيدكين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم